صباح النور عليكم، السلام عليكم، سلام جميع البنات وجميع المتتبعين دياولي. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد اليوم على قناتي. روتين بسيط غادي نشارك معكم من الصباح. كيفاش كنظم وقتي نهار اللي كيكون عندي كوموند. اول حاجه اللي كنديرها يعني نهار اللي كيكون عندي العجينه نحاول نعجن، وغادي ندير لكم هاد الطريقه ديال العجينه يعني تحت طلب واحد الاخت كانت بعثات ليا في الخاص، بغات الطريقه كيفاش كنعجن المطلوع ديالي يعني، وهي الحات على المقادير يعني يكونوا مضبوطين. انا الصراحه كندير عيني ميزاني، ولكن حاولت باش نلبي الطلب ديال الاخت. انايا دابا في الاول درت 2 زلايف ديال الدقيق ديال الفورس، هنايا غادي ندير 2 زلايف ديال الفينو، وموراها غادي ندير 2 زلايف ديال القمح. صافي غادي نحاول نمزج الخليط. يعني هاد الطريقه هي اللي كنحاول نديرها ديما، يعني وليت كنستغنى على العجانه. غير هاد الطريقه كنديرها هكا في بانيو اولا في القصريه، يعني كنحاول غير كنخلطها، هي كنحاول نمزج العناصر اللي كاينين في البانيو ولا في القصريه صافي، وكنسد عليها ونخليها تخمر. هنا غادي ندير شويه ديال الملحه والخميره بطبيعه الحال، مع هذا البرد القارس ديروا الخميره. درت تقريبا شي معلقه ونص هنايا مع هاد الجو بارد. يلا يلا صافي غادي نخلطها مع عادي، غادي نخلطها وغادي نخلي العجينه تكون شويه مرخوفه. وغادي نسد عليها بهاد البواطه ونخليها تتخمر. يعني الصوره واضحه، غادي نخلي الصوره هي اللي شارحه نفسها. صافي انا بعد ما خليت الخبز ديالي يخمر، سديت عليه في البواطه خليته باش تطلع فيه الخميره. دزت انايا ديريكت نحضر الغدا. عرفتو الدجاج خصني نشرملو وتا هو يبقى باش يشرب هذيك الشرموله ديالو. هنايا انا درت شويه ديال الربيع وشويه ديال الثومه. كيف كتلاحظوا غادي درت العطريه هنايا ديريكت في الطاوه. هاد الطاوه كتعجبني بزاف، واخا قديمه عندي ولكن كتعجبني، كيجي فيها الطياب غزال. كنطيب فيها الدجاج اولا الحوت كيجي فيها الطياب ديالها بنين. يعني راه هذوك الطواسي ديال الطين يعني غنيين على التعريف. هنايا راه درت شويه ديال الملحه. هنا راه دايره عندي هنايا دايره انايا نص دجاجه، يعني على حساب الكميه ديال اللحم نتوما غادي ديروا العطريه. ودرتي شويه الملحه لان مازال غادي نستعمل المصير هنايا. صافي درت شويه سكينجبير، شويه الخرقوم، شويه الابزار، يعني شويه شويه من الحاجه. تقدروا ديروا هنايا حتى السمن، انا السمن ما متوفرش عندي، تقدروا ديروه حتى هو. صافي وشويه المصير غادي نقطعو رقيق. وغادي نضيف ليه شويه ديال الزيت العادي، تقدروا ديروا زيت المائده ولا زيت الزيتون، غير واحد شويه باش نخلط ديك الشرموله. صافي غادي نحاول نشرمل الدجاج ديالي، وفي هاد الاثناء انا غادي نمشي نحضر البصله. كيف قلت لكم انا دابا غادي نقطع البصله، شلطتها هنايا رقيقه، غادي نديرها مع الدجاج. بغيتو تخليوها هكا طرونج اولا رقيقه، انا كنفضلها هكا تكون رقيقه دغيا كطيب.
صافي غادي نديرها تحت من الدجاج. وهاد البصلانيت حتى هي غادي ندير لها نفس العطريه، ندير ملحه، البزار، الخرقوم وشويه ديال الزيت وشويه الملحه. غادي نديرها تحت من الدجاج. صافي هنا غادي نحاول نسد. كيف قلت لكم خليت الدجاج ديالي انه يتشرمل. غادي نسد عليه هذيك الطابه هكا بكاغيط ديال الزبده وبابي الومنيوم. وكيف كتشوفوا هذا هو القياس ديال المطلوع ديالي اللي غادي تشوفوا، يعني السمك ديالو. يعني ما نحاولش نقلبها، غير تشد راسها نقلبها يعني حتى تبدا غادي تنفخ راسها. ها هو كيف كتشوفوا هنايا راه بدات كتنفخ ليا. غادي نحاول نساعدها غير هكا بشويه باش تنفخ ليا من الجهه الاخرى. من هنايا صافي غادي تكون دابا ديجا طابت ليا من التحت. غادي نعاود نقلبها، وملي غادي نقلبها كنحاول كنتقبها واحد التقيبه صغيره هكا بالموس باش تفش وطيب ليا من جميع الجوانب. كنفضل انا هاد الطريقه احسن ما نبقى نطيب جنب بجنب. صافي هذا هو المطلوع ديالي بعد ما طاب. كندير ليه نص طيبه، انا مازال كنخشيه في الفريكو باش ملي نجي نسخنو كيجي هو هذاك في الطياب. غادي نقطع معكم هنايا حتى الخبز تشوفوه كيف كيجي. كيجي مثقب من الداخل ومخرج، يعني كيف شفتو بلا دليك بلا حتى حاجه. ودا هو الغدا البسيط ديالنا بعد ما تحمر ليا الدجاج. هذا هو الشكل ديالو. صافي رافقته مع واحد شليضه ديال خيار مطيشه والفريس طيبته تا هو غير في الفران وبصحه والراحه. وجات هنايا الوقيته ديال الخدمه. صافي هنايا غادي نطبع صابلي بهاد الصابلي ديال السحاب وهاد الكادر وبهاد الدائري. صافي من بعد ما تغدينا ديجا هنايا عجنت الصباح صابلي. صافي والعشيه غادي هاني كنخدم فيه من بعد الغدا. وديجا لاباط شوكولا حضرتها بنهار قبل. كيف ديجا حضرتها معاكم شحال هادي كنحضرها هي بنهار قبل باش يلا طبعتها باش يلا كتنشف ليا. ملي نجي نستفها هكا في الكرتونه ما كتخسرش ليا الفورمه ديالها او الشكل ديالها.
نحاول نسرح مزيان صابلي، نحاول كندوز يدي باش كنشوف الجهه اللي غليظه والجهه اللي رقيقه. يعني كيف ذكرت لكم شحال هادي في واحد الفيديو، يعني الوقت ديما الواحد يدير الكلمه. الكلمه هي كلشي في هاد الخدمه، ولا لا يحشمنا هادشي اللي كيقول الواحد. وجات اللحظه ديال الفكره ديال لا فيديو ديالنا. يعني بغيت نحاول كل فيديو غادي نديرو لكم يكون كفكره او شي منتوج كنستعملو انايا، ونعطيكم الراي ديالي واش مزيان او لا. اليوم بغيت نتكلم لكم على هاد لابغوس. يعني راه درت واحد الضجه كبيره في الفيس ولا في اليوتيوب، ولا يعني درت واحد الضجه كبيره، وهي معروف عليها بواحد الثمن باهظ، 2000 درهم 3000 درهم. يعني ما نظنش بان شي حد غادي يشريها بهذاك الثمن، ولو انه شحال ما يكون يدخل في الشهر. خاص حتى يكون الواحد يشد واحد 2 مليون ولا 3 مليون عاد يقدر يشري بروس 3000 درهم او 4000 درهم. كاينين بعد داك كيحسبوا لهم حتى 2000 درهم. كاينين دابا خرجوا الكاليتي الثانيه ديالهم، ومنهم هادي. انايا هادي غير توصلت بها هديه من عند الام ديالي الله يخليها ليا، يعني جابتها ليا وقلت علاش لا، انا جربتها اسيتها. بغيت نعطيكم الراي ديالي فيها واش مزيانه ولا لا. هي اول حاجه هي كتشريها في هاد البواطه، ها هو فور يو ميني 2. كتجي فيها هاد الشارجور، كتشارجي بها هكا من هنا، تحيديها من هنايا وتشارجيها من هنايا. يعني ملي كتشريها اول مره، ما هيش على راسها، ملي كتشريها اول مره كتبيتيها في لاشارج مده ليله وحده، وراه كتدي يعني راك غادي تشارجيها مده 6 شهور ولا غادي تبقى لك. يعني الواحد كاع يكون مسافر تديها غير هي بوحدها، ما تحتاجي كاع الشارجور ديالها. يعني كتدي واحد المده طويله، مده 6 شهور او اكثر. بالنسبه لها هي ها هي فيها هكا لا فيبراسيون، هنايا كاين زائد وهنا كاين ناقص، وفيها هنايا بالسيليكون مصنوعه كيف كتشوفوا. هنايا راه رقيقه، وهنايا غادي وكتغلط. وعاوتاني كاينه هاد الجهه. من بعد غادي نتكلم لكم على علاش كنستعملوا لهاد البلاصه حيت فيها جوج جوايه. بالنسبه لهادي هنايا كديروا بها مساج الوجه ديالكم، يعني كتغسلوا بها الوجه ديالكم، كتعطي واحد لا فيبراسيون. كتفزقوا وجهكم. ملي كتفزقوه كديروا هنايا لو جيل ديالكم اللي بغيتوه، كديروه وعاد كديروا به واحد الدورات كتغسلوا به وجهكم. ها هو كيف كتشوفوا، سمعوا الصوت.
هنا كتبقاو تنقصوا او تزيدوا. هانتوما هذه كتنقص، يعني على حساب. من الاحسن ديروا غير واحد الدرجه اللي كتكون شويه ناقصه. المجهده عاوتاني كتحسي بها شويه قاصحه على الوجه وعلى البشره. كديروا هنايا الجيل ديالكم وكتفزقوا وجهكم، وكديروا بواحد الدوره بواحد الطريقه دائريه كتغسلوا بها وجهكم. وهنايا هاد الجهه جهه النيف، يعني البلايص اللي كيكونوا هكا مثلا جهه النيف ولا تما كتغسلوا بها هنايا هادي. وكديروا بها تغسلوا بها واحد المده ديال 2 دقائق، ما تقلش على 2 دقائق باش كتحسي باش كاع ديك القشره الميته كتحيد. انا مهم كي جربتها عجباتني، يعني فعلا كتحسوا الا كان عندكم هذوك البوان نوار رقيقين كونوا على يقين راه كيبداو يتحيدوا شويه بشويه. انايا من التجربه الاولى حسيت بلي بوان نوار بداو كيتحيدوا لي غير دوك الرقيقين. هادشي الا كانوا عندكم هذوك الرقاق، وملي كتغسلوا وجهكم كتحسوا بواحد اللمعان كاين في الوجه، كتحسوا بالوجه كيبقى يلمع من موراها. غير هو شنو لافونتاج ديالها و لافونتاج ديالها كتطلق اللي عندهم البشره دهنيه. يعني ملي كتغسلي بها هذيك القشره اللي الفوق كتحيد هذيك الدهنيات كاع، دوك الدهنيات اللي كتكون في لابو ديالنا كتحيد. ولكن اللي البشره ديالته جافه شويه صعيبه، يعني اصلا البشره جافه وكتزيد كتنشف البشره. يعني انا بشرتي شويه ناشفه، ضروري خصكم من بعد ما تغسلوا بها او ديروا الكوماج بها ضروري من الترطيب، يعني ضروري الترطيب. انايا شنو كنستعمل مور هذا الترطيب؟ بغيت نشارك معكم حتى الكريم اللي كنستعمل انا هذا دوكراي اكتيان. راه غزال البنات، راه غزال. كيرطب واحد الطريقه خياليه. كونوا على يقين الا كانت البشره ديالتكم ناشفه بزاف، انا هذا هو اللي لاق ليا. او لا الا ما كانش متوفر عندكم هذا تقدروا الا ما يكونش على قدر المستطاع، هو راه زعما ما غاليش بزاف، داير غير 90 درهم باش خديتو. 90 درهم. كاينين دي بارافارماسي كيحسبوا ليه 80 درهم، يعني ثمن مناسب. او لا استعملوا مور لابغوس ديروا زيت اللوز، ولا يعني على حسب الزيت اللي كترتاحوا فيه. حتى زيت اللوز زوين كيرطب الوجه وفي نفس الوقت كيفتح لون البشره. يعني انا هذا هو الكريم اللي كنستعملو في هذا فصل الشتاء، لانه بشرتي كتنشف ليا بزاف. يعني كيف قلت لكم ضروري ما تستعملوا مرطب او شي زيت هكا اللي يرطب لكم البشره ديالكم. هذا ما كان، يعني كلها عندها الايجابيات هي بزاف اكثر من السلبيات. غير اللي بشرتهم ناشفه ما من الاحسن يديروا مرطب موراها او شي زيت، اولا غير زيت العود. غير هو زيت العود اللي يكون اللي ما فيهش الملحه. حتى هو زيت العود كنت كنستعملو واحد الايامات، حتى هو راه عنده نفس النتيجه ديال الكريم مرطب. ديروا حتى هو غير هو ما يكونش فيه الملحه. بالنسبه لهنايا اشنو هو الدور ديالو؟ هذا الا بغيتو مره في شحال مره ديروا به مساج. مثلا ملي تبغوا ديروا هكا شي كريم مرطب او لا شي زيت ديروا به مساج، يعني باش كيدخل لكم مزيان. منها كديروا مساج على قبل الدوره الدمويه اللي في الوجه ديالكم، ومنها باش هذاك الزيت كيدخل مزيان في البشره ديالكم. نتمنى من الفكره ديال اليوم انها تكون عجباتكم. كيف كتشوفوا اليوم هضرت لكم على فوريو وعلى اكتيان. وبالنسبه للثمن ديال هذه راه غاديش يكون واحد الثمن باهظ، يعني راه ما وصلش 100 درهم على حد علمي، لان هذه هديه ما غاديش نكون عارفه الثمن ديالها. يعني في المتناول جميل. يعني الواحد حنايا ما غاديش نقدوا على هذيك ديال 2000 درهم 3000 درهم. الحمد لله كاينه هذه ونفس الدور ديالها بالسيليكون ونفس الذبذبات نفس كل شيء. يعني الحمد لله هذه كاينه. وكاينين دي بروس هكا سيليكون دايرين وقيله بشي 20 درهم ولا غير هي كديري بها دور هكا حركات دائريه باليد ديالك، حتى هي عندها نفس الدور ديال هذه. راه متوفره كثير عند موالين اللي كيبيعوا المكياج، غادي يكونوا متوفرين، راه متوفرين بزاف. نتمنى من الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، او الروتين او الفكره اللي شاركتها معكم. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالتعاليق، ونلتقيو ان شاء الله بشي فيديو اخر، وصفه اخرى او شي روتين اخر. يعني كل مره غادي نبدا نوع لكم، مره وصفه مره روتين، باش تكون القناه متنوعه ونلبي جميع الطلبات ديال الاخوات. ونلتقيو ان شاء الله بشي فيديو اخر، ودمتم في رعايه الله.